السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. صحه فطوركم، صحه سحوركم. واش راكم؟ اهلا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه تحتاجوها بزاف. جايينكم تحليات، جايكم العيد، جايكم ما تحتاجوها بزاف. الوصفه هذه جبت لكم ان شاء الله اليوم وصفه كراميل بور سالي. كراميل بور سالي، واش بيه صوتي؟ المهم، جبت لكم اليوم ان شاء الله الكراميل بطريقه جد سهله بسيطه. يعني انا عندي مده وانا نخدم فيه، ناجح مليار في المية. شوفوا لهنا، انا الكاس هذا، الكاس اللي تكيلوا به المره الاولى هو اللي تكملوا تكيلوا به المقادير الاخرين. يعني درت كاس مليح تاع سكر، كاس عمرته مليح تاع سكر، حطيته فوق النار تكون كيما نقولوا ناقصه خلاص، فهمتوني؟ ومن المستحسن انه الطاوه تاعكم تكون ثقيله، فهمتوا؟ تكون الطاوه نتاعكم ثقيله، ما حشي تحرق لكم ثمثم، وراح يذوب لكم كيما نقولوا كل مع بعض هكذا كيما راكم تشوفوا. وتفادوا انكم تحركوه كل دقيقه باسكو حيتكتل لكم، فهمتوا؟ شغل هذاك السكر تاعكم حيدير لكم الكرابه هكذا. نخليوه حتى يذوب مليح ونتحصلوا على هذا اللون اللي راكم تشوفوا فيه. شوفوا نتاكدوا باللي ذاب لنا السكر كامل. نديروا له رشه نتاع الملح، رشه مليحه نتاع الملح باش ما يجيناش صامد هكذا. ومن بعد نديروا له مغرفه كبيره تاع مارغرين، فهمتوني؟ المغرفه الكبيره اللي تاع الماكله نورمال، عمرها نفرغوها مارغرين ونخلطوها مليح، نخلطوها تذوب لنا، والزبده هذيك تدخل لنا مع السكر هكذا. هكذا كما راكم تشوفوا تخلطت كامل مع بعضها. وبعدين نعاودوا نجيبوا هذاك الكاس نديروا فيه حليب، ونديروا فيه مغرفه معمره تاع نشا، فهمتوني؟ كاس حليب مع مغرفه تاع نشا هكذا. نخلطوه مليح باش يذوب لنا النشا هذاك في الحليب. جيبوا مغرفه صغيره ولا حركوا بها. انا الكاس هذا الفم تاعو جاي صغير، سما المغرفه ما حبش تدخل فيه، سي بور صح حركتها بالعود تاع المغرفه هكذا. ومن بعد الكراميل هذا خليوه فوق الكراميل تاعكم، خليوه فوق الغاز، فهمتوا؟ باش يكون الكراميل حامي كي تفرغوا الحليب يتخلط. كيما انا لهنا حطيته كان الحليب تاعي بارد بزاف، ثم الحليب دفيوه، فهمتوا؟ الحليب يكون دافي. انا نتاعي كان بارد، وليت نحيت هذاك الحليب اللي زدته، وليت نحيته وخليته فوق الغاز حتى نعاود ذاب لي هذاك الكراميل، وباش بديت نزيد عليه الحليب، فهمتوا؟ نتوما الكراميل تاعكم خليوه فوق الغاز وبداو تزيدوا عليه بشوي هكذا كيما درت انا. باش يتخلط لكم ثمثم، وبالكوا على يديكم يعود يطير عليكم، هذا مكان. ان شاء الله باك تكونوا فهمتوني. خليوا الكراميل تاعكم فوق الغاز وبداو تزيدوا في الحليب بشوي. انا على جال باش نصور لكم واللي جبت صورت فوق الغاز وصاي هكذا. ونخلطوها مليح حتى يولي يغلي كما نقولوا، حتى يولي يدير لكم فيه هذوك البنابل من الطراف هكذا كما راكم تشوفوا. ومن بعد صفيوه اون كاو كش ما قعد لنا سكر فيه محبحب، كش ما هذاك النشا ما تحللناش كومبلي، نصفيوه هكذا. شوفوا القوام تاعو لهنا باسكو راهو حامي، دوكا كي يبرد يعطينا القوام اللي نحوسوا عليه. جربوا هالوصفه هذه بزاف، يجي بزاف بنين، وركزوا على الرشه تاع الملح هكذا. شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه، يجي في التحليات، في الباتيسري، في الغاطو، يجي بزاف بنين، هو اقتصادي. اذا هذه هي النتيجه اللي حصلنا عليها. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، نكون خفيفه عليكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.